اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اليوم أزأز. هنشوف عن أزأزه ايه النهارده كده هو زي ما انتوا شايفين. معانا كده ايه خوخ كده حلو بلدي. دولت ايه 2 كيلو. هنشطفهم بقى كده ونشوف ايه اللي هنعمله بعد كده. هنا كنت بكلم بنتي وكان في بتاع خضار معدي وكان بيبيع البصل 2 ب15. فببص عليه كده لقيته حلو فايه جبنا ايه 4 كيلو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. لقيته يعني مش طري بس لقيته ايه حلو، قلت لها خلاص ايه حطيه مكانه زي ما بنحطه كده في البلكونه. هنغسل بقى كده الخوخ كده اهوت وايه وهنحطه برضو ايه على جنب. النهارده بقول لكم يوم أزأزة كده خالص. محتارين في الاكل طبعا بقالنا شهر اهوت. محتارين كده ناكله ايه ونعمله ايه كل يوم. جبنا بقى ايه كيلو الجمبري ده صغير كده بس جمبري هنعمله ايه جميل كده خالص، بس كان مخلط بقى في ازاز وفي بلدي. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هو حلو مش وحش بس كان عايز بقى ايه ان انت تقشريه وتعمليه بقى على رز او تعمليه ايه في طاجن كده صغير ولا حاجة، بس ما فيش بقى ايه وقت صراحة. ومعانا ايه كيلو بقى الكابوريا الحلوة دي برضو. دي بلدي الصغيرة ديت بس تقيلة، بقول لبنتي بصي بتقول لي خفيفة، قلت لها لا والله ده هي تقيلة وحلوة. بصراحة كانت جميلة وكانت زي الفل. وده بقى كان فيه كده ايه بيتباع شروة على بعضها كده ايه فيها كذا نوع. انا عجبني بقى النوعين دولت كده ورحت جايباهم ايه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وزنتهم دولت طلعوا نص بال4 سمكات اللي هو ايه اللي انتوا شايفينهم دولت. في كذا انواع يعني بتبقى خلطة كده ويقولك نقي بقى ايه زي ما انت عايزة. كان الكيلو ب50 جنيه، رحت انا منقية بقى الايه الحنشة ديت والايه ويعتبر ال4 سمكات دولت ايه موزة باين معرفش ولا ايه حاجة زي كده. بس هنا طبعا بنغسل بقى الجمبري لازم تغسليه حلو، والطبق اللي هناك ده بحط فيه اللي بتبقى ايه حاجة ايه يعني مش تبع الجمبري وكده. وبيبقى فيها قش وفيها معرفش ايه حسب ما بيشيلوا بقى كده ايه من البحر. فيها صغيرة وفيها كبيرة وفيها ازاز يعني كانت ايه برضو ايه مش كلها نوع واحد. غسلتها كده حلو وسبتها بقى ايه تتصفى كده في المصفى. وهنغسل برضو ايه الكابوريا كده كنت بفتحها بس الكاميرا ايه مش جايبة بقى ايه كانت زي ما تقول كانت نازلة كده شوية. كنت بفتحها كده واروح ايه منضفاها من جوه، صراحة كانت فيها بطاريق كتيرة. هي زي ما انتوا شايفين كده اهوت كنت بروح فتحها واروح منضفاها كده حلو ايه من جوه. مسكت واحدة واحدة ورحت منضفاها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بروح فتحها واروح منضفاها. وفي الحتة اللي هي بتبقى بتبان اللي هي سكات نتي ولا تكورة كده برضو ايه بفتحها عشان خاطر ايه اروح منضفاها من جوه. وساعات لو انت ضوافرك مش جايباها فبتتك عليها فبتطلع كده سمار كده من جوه فبتنضف برضو معاك. وكانت في كذا واحدة فتحها هناك برضو وريها لي عشان يقول لي اهي بطرخة برضو من ضمهم وكده. قلت له خلاص ايه حطه. صراحة يعني هي كانت حلوة وكانوا جمال. وقلت طب هو ده اكل هيبقى اكل ازاي يعني النهارده يعني ازاز ازاي ودفع هيكون فطار. الحنشة بقول لكم بفتحها بقى من هنا كده اهوت وبروح شداها بقى كده خالص على اخر بقى ما عندك عشان طبعا هي صغيرة وحيرتني. لو كانت كبيرة شوية كنت ايه عرفت، لكن ديت صغيرة. بصوا بقى بروح مشداها كده سلخها زي الارنب اهي كده اهوت ايه شداها قطعاها من عند الراس حوالين الراس كده. وايدك بقى يكون فيها ضفر كده تروح شده ايه حواليها وتروحي شداها كده هو بنفس الطريقه كده زي ما انتوا شايفين. سلختها بقى كده خالص بس لسه طبعا ما نضفتهاش. هنقطع بقى الراس بتاعتها بس لسه ما فتحتهاش ولسه ما نضفتهاش من بره عشان من بره بتبقى فيها برضو ايه زعانف برضو بيبقى فيها زي شوك كده رفيعه خالص وهوريها لكم اهو زي ما انتوا شايفين لاخرها كده. ورحت ايه بوريها لكم انها بص بتبقى طويله كده اهوت. فبتروح ايه بروح منضفاها. انا طبعا لسه منضفتهاش انا بوريكم بس ايه اللي انا ايه بعمله فيه في الحنيش اللي هو ما يعرفش مثلا انها بتنضف ازاي. او زي ما انتوا شايفين اهوت كده اهوت. رحت ايه بحسبها بقى دي دلوقتي كده اهوت لحد ما نعمل ايه الاتنين التانيين. بيني وبينكم انا كنت محتاجة ايه ان انا هعملها بقى قلت هعملها في طاجن.
طبعا هي مبتتعملش الا في طاجن او تقليها، لكن حكاية ان انت تعمليها في صينية و زي السمك البلطي والكلام ده كلته لا، دي معروفة ان انت تقليها او تعمليها في طاجن رز، يعني في برام رز كده بتتعمل فيها الحنشة دي. بس طبعا بتكون كبيرة عندي شوية، والواحد بقى بص بقولك عشان موريش ضوافر كانت محيراني شوية. اهو كده اهو زي ديت بقى الموزة اللي انتوا شايفينها ديت من الموزة من الحمرا كده الحلو. فتحتها برضو كده اهوت الحنيشة زي ما انتوا شايفين، ونضفتهم كده خالص وسلختهم، وبروح فتحاهم واروح منضفاهم. دولت ما ايه ما بينضفوش الا كده زي ما انتوا شايفين اهوت. انا جاية على جنب ومقربه لكم الكاميرا عشان تعرفوا ايه ازاي ايه ان هي بتتفتح وتتنضف. وفي نفس الوقت انت لو ما بتعرفيش بقى الراجل بقى هو ايه بتقولي له، فطبعا بتديله فلوس زيادة فهو بيسلخهم لك ايه وانت واقفة وكده هوت عشان ايه ما تتحيرش في البيت. لكن إيه انا طالما عارفة ان انا بنضفهم وبسلخهم ازاي فايه فبجيبهم بعملهم كده ايه في البيت. او زي ما انتوا شايفين اهوت ونضفته كده كده من جوه خالص. على فكرة هي ما بتكونش فيها شوك اصلا، هي اللي جواها دي عاملة زي القرقوشة بس، ما فيهاش شوك ولا اي حاجة. عشان كده بقول لكم هي بتتعمل في برام رز، بتتقطع كده حلو وتتعمل في برام رز. بتنزل بقى هي سمنتها كده وبتبقى جميلة وبتدي طعم حلو خالص في الرز. ولو كان الجمبري ده كبير شوية كنت حطيته برضو قطعتها معاه وكنت عملتها في برام رز. لكن انا بقى استسهلت، طبعا احنا في صيام واستسهلت. بصوا بقى دي الزعانف بتاعتي دي كده برضو هوريها لكم، بتبقى طالعه برضو انها هتتقص، وهوريها لكم بتبقى رفيعه جدا خالص. ولازم تقصيها لان هي طبعا دي بتبقى عامله زي الشوك، بس مش شوك قوي يعني. بس هي ايه لازم دي تتنضف بعد ما بعد ما تسلخيها كده، ما تسلخي كده هو زي ما انتوا شايفين. وهوريكم طبعا حاجات بسيطه خالص طالعه منها لازم تنضفيها. اهي بصوا الرفيع ده عشان ما يشككوش وانتوا بتاكلوا. بقطعها بقى كده اهوت وبحطها مع برام الرز، بتبقى في منتهى الجمال، بتبقى تحفة خالص. يمكن الناس الكبار بتوع زمان لو هم سامعيني عارفين دي بتبقى طعمها ازاي، لان كان صراحة كنت بعملها لحماية الله يرحمه، كنت بعملها في البرام وتبقى زي العسل. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده هنعمل بقى الكابوريا. عملت بقى ايه بشرت جزرايه وتوم لا كمون وملح وطماطمايه وبصلايه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هقلبهم في قلب بعض ووطي عليهم او مش هوطي عليهم واسيبهم ينزلوا الميه بتاعتهم. هنا حطيت قرن فلفل مع الورق الغار والجزر برضو والطماطم والبصل والكمون والملح. هسيبهم بقى ينزلوا ميتهم كده خالص في الحله، وبعد كده اروح طش عليهم بقى ايه شويه ميه عشان يعملوا لنا ايه شويه شرب. انا كنت ناويه اجيبه ان انا مثلا اخليه واعمله مع رز، لكن ايه قالوا لا اعملوا لنا رز صياديه. قلت ايه مره تانية بقى كده ربنا يسهل لنا الحال بعد العيد ونبقى ايه اجيبه لهم واقشره لهم واعمل لهم ايه في طاجن رز. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت، او ممكن في رز برضو ايه على البوتاجاز، مش شرط ان هو يكون في طاجن. اهو زي ما انتوا شايفين اهو دي غلت كده وكانت هتفور، وقلت ايه اعملها شويه كده. دي الكابوريا ايه غلت هي بسرعه طبعا. شوحتها الاول، لازم تتشوح الاول هي وديت برضو الجمبري لسه ايه ما غلاش. وهنا بقى كنت بحضر بصلايه عشان اعمل ايه شويه رز، وديت هسيبهم بقى ايه مع نفسهم كده بس ما تدومش كتير عشان خاطر ايه ما ي... ما يجلدوش كده منك. اهو عملت بقى هنا جبت ايه يعني حوالي ربع كوبايه ميه ومعلقتين دقيق. وطبعا دي الشطه الحمراء ديت اللي هي بتاعت ال اللهم صل على سيدنا محمد البتنجان والكلام ده كله اللي احنا بنعمل بيها برضو السمك. وحطيت برضو ايه سنة بيكنج باودر والثوم والملح والكمون كده. قلت دول بقى كده اهو كنت حطاهم في ملح وشطفتهم، عصرت عليهم ملح وليمون. وقلت ايه عشان يطلعوا الزفارة ولا حاجة من عندهم، رغم ان السمك البحر ده ما بيكونش فيه اي زفارة. هنا خليتها يعني ايه تقيلة شوية وكده. بس عملتهم كده اهوت عايز ان انا هقليهم كده زي ما هما كده اهوت ايه بالعجينة دي. وهما دول برضه دول ما بيتنضفش كده خالص ولا اي حاجة.
اه زي واللي عايز برضو ينضف الموزة بينضفها، بس هي اصلا مش بتتنضف، ما بيكونش فيها اي حاجة ولا قلبها اي حاجة. لكن اقسم بالله ان هي كانت مبطرخة وكانت زي العسل. اهو زي ما انتوا شايفين قلت بقى كده اهوت. وعشان نحطه بقى للفطار، وبقول لكم ما تنسوش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، فضلا وليس امرا. خلاص هانت كده يا جماعه، والنهارده ليله 27، ربنا يرزقنا كده بليله القدر يا رب العالمين، احنا والسامعين يا رب. وكلنا كده ندعي كده ربنا يسهل لنا الحال ويسترها معانا جميعا، وربنا يرخيها كده ايه من عنده، واللي في نفسه حاجة كده يحققها يا رب العالمين. كده زي ما انتوا شايفين هو اتقلتهم وجماله زي الفل. دولت برضو عملتهم بنفس الطريقة، ورحت ايه قليهم. دي بقى والدقيق يعني ايه ديت، يعني عاملة زي ايه يعني من غير دقيق، ومش هيحرق لك الزيت ولا اي حاجة. وفي نفس الوقت بقى بتبقى شاربة ايه التوم اللي انت ايه حطاه. وكانت لحمها ابيض كده خالص وجميل وزي العسل. كده بقى نبدأ ايه ان احنا ايه نحضره بقى ايه فوق، زي ما انتوا عارفين احنا ايه اكلنا ايه فوق. بس زي ما تقولوا ايه هوريكم طبعا ايه الحاجات اللي احنا ايه هنحطها وكده. اهو دولت الطبقين بتوعنا كده الحلوين. ورحنا بقى ايه حاطين الكابوريا برضو. طبعا دول بقى كله أزأزة بقى صراحة يعني. ما قمناش من على الطبلية الا واحنا مخلصينهم صراحة كلهم. اهو زي ما انتوا شايفين الف هنا وليكم ولينا ان شاء الله بإذن الله. وبعودة كده رمضان ان شاء الله بإذن الله، ربنا كده يحقق لكل واحد اللي هو عايزه. او زي ما انتوا شايفين. ودول برضو ايه ازقزناهم بقى كده هو زي ما انتوا ايه شايفين. وطبعا الشوربة دي صفيتها كده، وخدت كل واحد كوباية بتاعت ايه من الجمبري. اهو زي ما انتوا شايفين اهوت. وكان فطار حلو وجميل كده علينا وهنا جوزي كان بايه بيصفي الشوربة منها شوية. وده كان فطارنا كده النهاردة، يا رب يكون ايه عجبكم. وما تنسوش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد، فضلا وليس أمر. اعذروني بقى لو انتوا سامعين صوت الجيران. ودي الشوربة وصفيتها، وده كان فطارنا كده النهاردة. ويا رب يكون ايه عدى عليكم وعلينا بخير بإذن الله، كل سنة وانتوا طيبين.